اهلا بيكم. النهارده جايه اقدم لكم كيكه بدقيق القمح الكامل والتمر بطريقه سهله جدا وبسيطه هتعمليها في البيت. مكوناتها موجوده في كل بيت، طعمها بجد تحفه. تنفع معاكي لو عامله نظام غذائي قليله السعرات الحراريه. انا مزيناها هنا بالشوكليت شيبس، ممكن تسيبيها ساده، بجد طعمها خطير. يلا نبدا الفيديو ونعرف اتعملت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي كوبايه ونص من الدقيق الاسمر، دقيق القمح الكامل، كوبايه الا ربع صغيره من اللبن، ربع كوبايه زيت ذره، عندي زبادي، عندي بلح طري متقشر بالشكل ده، بيضتين، شوكليت شيبس، بيكنج باودر وفانيليا وذره من الملح. محضره عندي بوله نزلت فيها بالبيضتين مع كيسين الفانيليا. هبتدي اخفقهم بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي او الخلاط المتوفر عندك. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبادي، هاخد معلقتين كبار من الزبادي. وعندي البلح التمر متقطع قطع صغيرة. التمر ده بيقوم بوظيفة السكر طبعا، عشان هي كيكة صحية وتنفع للدايت، فهنستخدم البلح، بيخليه طعمها مسكر وطعمها حلو قوي. نزلت عليهم بربع كوباية زيت الذرة وذرة الملح. بعد ما خفقتهم وبقى الخليط عندي سايل بالشكل ده، هنزل عليها بكوباية ونص من الدقيق القمح الكامل ومع كيس البيكنج باودر، وهبتدي اخفقهم مع بعض زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. هجيب عندي بقى كوباية الا ربع من اللبن، وهبتدي انزل بيها شوية شوية لحد ما الخليط يبقى سايل معايا بالشكل ده. هكون عندي مولعة الفرن طبعا قبلها ب10 دقايق، لازم الفرن يكون سخن قبلها. بعد كده هبتدي اخفقهم. بعد ما خلصت كوبايه الا ربع من اللبن نزلت بيها عليها، هجيب عندي الاسباتيولا وابتدي الم الخليط زي ما انت شايفه بالشكل ده في اتجاه واحد. اكون محضره عندي بقى الصينيه او القالب اللي انا هدخله الفرن، تكوني دهناه بالفرشه دهنه زيت. بعد كده هنزل بالخليط عليه. تكوني محضره عندك شوكليت شيبس، وده اختياري. هتبتدي تزينيها من على الوش بالشوكليت شيبس. هتدخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، هتاخد في التسوية من 35 ل 40 دقيقة بالظبط. بعد ما هتطلع من الفرن هتكون معايا بالشكل دوت، طالعة هشة، ريحتها حلوة قوي، طعمها بجد تحفة. هتتقطع وهتبقى معايا بالشكل ده مقطعاها مكعبات صغيرة. تنفع معاكي بقى لو عاملة نظام غذائي، بجد طعمها تحفة. تنفع في الفطار مع كوباية شاي بلبن، في العشاء. امشي بنفس الخطوات، لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات. والف هنا وشفا. السلام عليكم.